دور مهم جدا لكل الأولاد، وبالأولاد أقصد الولاد والبنات. دور مهم منكم ناحية والدك ووالدتك في الأيام الصعبة دي. باختصار كده، كنت مشغل إذاعة القرآن الكريم وأنا سايق، فسمعت آية وكأني بسمعها لأول مرة. عارفين القصة؟ الفيديو ده للأولاد، ولادنا وبناتنا في أي سن. قصة سيدنا إبراهيم اللي عشانها بيبقى فيه ذبح في العيد الكبير، وإن سيدنا إبراهيم شاف رؤيا إنه بيذبح سيدنا إسماعيل ابنه، القصة اللي انتوا عارفينها دي. سمعت الآية اللي فيها سيدنا إبراهيم بيكلم سيدنا إسماعيل، اللي هو يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رد سيدنا إسماعيل لوالده يقول لك إيه دورك ناحية أبوك لما يكون بيعمل الصح؟ يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي، والدك ووالدتك بياخدوا قرارات صعبة قوي. انه يجيب فلوسه من حلال، انه ما يعملش حاجة غلط، انه ما يمشيش في سكة شمال، انه يعرف يربيكوا. صدقوني كل اب وكل ام بيحاولوا يربوا ولادهم بالحلال في الايام دي، وبينفذوا تعليمات واوامر ربنا بانك تاكل من حلال. الموضوع صعب على قلبهم طبعا، مش زي الامر اللي كان لسيدنا ابراهيم انه يذبح ابنه، بس الموضوع صعب. فالمطلوب منكم يا ولاد إن يبقى موقفكم زي موقف سيدنا إسماعيل، يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي موقف تحس فيه إن أبوك الموضوع تقيل عليه، الموضوع صعب عليه، إنه مش عايز يعمل حاجة غلط عشان يربيك، فهمه يا بابا إن أنا معاك. أنا عارف إن ظروفك صعبة يا بابا، أنا عارف إن مصاريفي تقيلة عليك، أنا في حاجات مش من أولوياتي مش عايزها. المهم إن أنت يا بابا افعل ما تؤمر، اعمل اللي ربنا قالك عليه، انك تعيش بالحلال. ده اللي مطلوب منكم يا ولاد. ساعد ابوك وامك ان هم يربوك من حلال في الزمن اللي الحرام بقى فيه كتير، وقرار التمسك بالحلال بقى صعب فيه. وعايزكم يا ولاد تبقوا من الصابرين عشان تعينوا ابوكوا انه يمشي في سكة ربنا ويربيك من حلال. صباح السعادة.